بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلاة تنحل بها الكرب وتنفك بها العقد. اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات يوم يقوم الحساب. اللهم آمين يا رب العالمين. هنقول النهاردة تفسير رؤية الفراولة في المنام. الفراولة في المنام الكل بيشير لها إن هي يعني الكل من هم مفسرين الأحلام، يعني معظمهم يعني بيقول إن هي خير كتير جدا جدا. يعني اللي يشوف ان هو بيشتري فراولة او بيقطف فراولة او بياكل فراولة، ده معناه ان هو بيمتلك عقار، ان هو يعني في ثروة كده هتجيله من السماء، يعني مش عامل حسابها ولا عارف ان في حاجة جاياله. يعني كإرث مثلا، يعني لو ورث مثلا ممكن يكون عقار، زي ما سمعت من بعض المفسرين قالوا ان الفراولة اللي يشوف يعني في المنام فراولة يعرف ان هو هيجيله مال كده، هيهبط عليه من السماء، مش عامل حسابه ولا مستنيه ولا حاجة. المال دوت هيكون عبارة عن ممتلكات، ارض، عقار، عرب، يعني سيارة. المهم ان يعني ان هو خير، بس هل هو خير دائم؟ لا، هو خير مش دائم. يعني اللي يشوف ان هو بياكل فراولة بيقطف فراولة، اي نعم، هي رؤية جميلة جدا جدا، بس عارفين اللي بيقولك يا فرحة ما تمت خدها الغراب وطار، هي كده في خير جاي، بس مش هتتهني بيه، الخير ده هيروح. ليه بقى؟ الفراولة بتبقى من الثمار الجميلة اللي طعمها حلو، واللي بتبقى كده شكلها حلو كده ومبهج. اي نعم، بتبقى كده، بس هي سريعة التلف، بتتلف بسرعة. يمكن بتجيب الفراولة لو سبتيها مثلا لو انت جبتيها الظهرية، لو انت سبتيها العصرية او المغربية في كيس، بتبصي تلاقيها عملت ريحة كده وان هي دبلت كده وبقت مش كويسة. مادام هي بتتلف بسرعة، يبقى الخير اللي جاي دوت برضه هيروح بسرعة، مش هتلحقي تتهني بيه. يعني مثلا واحدة جايلها عريس مرموق، متيسر الحال، عنده شقة، عربية، مش عارفة منصب عالي، فبيبقى بقى حاجة حلوة قوي قوي قوي، هو اي واحدة تتمناه وخلاص بتفرح، بس الزيجة ما بتتمش. كذلك برضو لو الشاب الأعزب جات له برضو عروسة كده وحلوة وكل مواصفاتها على ما يرام زي ما هو عايز، وبيبقى فرحان بيها وخلاص، يعني هي ديت، وتبصي تلاقيها برضو الموضوع ما يتمش. كذلك برضو جالك مال هيروح بسرعة، جالك يعني والعياذ بالله بقى، يعني لو في ولدتي، المولود ده مش هيعيش، يا اما هيكون مريض. طب لو واحدة بقى حامل، يعني وشافت في رؤية الفراولة ديت وبعد كده حملت، هل حملها مثلا هيكمل؟ ممكن يكمل، مفيش حاجة طبعا مستعصية على ربنا، بس بيبقى بقى في حرص بقى زيادة، في راحة تامة. طبعا بتتابع مع دكتور، يعني بيبقى لو جالك خير بيبقى لازم تحافظي عليه، ولازم انت كده تطبطبي عليه. عارفه لما يكون طفل كده بتطبطبي عليه عشان يسكت، هو برده كده تبقى حريصه جدا جدا علشان خاطر الخير ده ما يفناش ويروح. يبقى تفسير الفراوله ان هو خير جاي، بس مش دائم، بيتبخر بسرعه. لو فلوس تلاقيها اتبخرت بسرعه، اتصرفت في ما تعرفيش. لو عقار برضو بعد كده بتخسريه بسرعه. لو زواج برضو مش بيتم، ولو تم بيبقى كله مشاكل وقرف. ليه؟ لان الفراولة سريعة التلف، مش ان هي بتقعد. وده عن تجربة، يعني كان فعلا في رؤى انا شفتها عن فراولة، يعني كنت داخلة على حاجة كده حلوة يعني، وبقيت فرحانة اقول لا ده انا شفت رؤية الفراولة. زي ما انا بقى بشوف التفسيرات بقى ان الفراولة حلوة وجميلة وبتمتلكي عقار، بيبقى رزق جاي، لو انت مش حامل هتحملي، ولو حامل هيجيلك ولد ذكر. فبقيت كل ما اشوف الفراولة في المنام وانا داخلة على الموضوع اللي انا داخلة عليه دوت، استبشر خير واقول ده خلاص تفسير الفراولة جميل. وفعلا الموضوع فشل. ففعلا يعني جت من هنا التفسير اللي انا بقوله، يعني فعلا الفراولة بتبقى سريعة التلف، فبيبقى فيه خير جاي، بس الخير ما بتلحقيش تتهني بيه.
يا رب تكونوا استفدتم. انا بقول لكم التفسير ده ليه؟ عشان لو اي حد شاف رؤية الفراولة يبقى حريص يعرف ان في خير جاي له، ويبقى واخد كده حرصه ان هو يحافظ على الخير دوت. وقبل ما يقدم اي خطوة ان هو هيحط فيه الخير بتاعه دوت، يبقى يعني يدرس الموضوع اللي داخله دوت مليون المية. يا رب تكونوا استفدتم من تفسير الحلقة ديت. هي حلقة خفيفة اهيت. اشوفكم في حلقة جاية بإذن الله.